يلا بينا نعمل ترند التيك توك سياخ الفراخ اللي مكسر الدنيا وبجد طعمه كان رهيب. وهنعمل الصوص بتاعه بطريقة سهلة جدا وطعم مش قادرة اوصفه لكم. وكمان اللحمة الفراخ هتبقى دايبة ومستوية وخطيرة. يلا بينا نخش على الترند على طول. عندي بولة نضيفة هحط فيها 3 معالق كبار من زيت الزيتون، معلقة كبيرة صويا صوص، معلقة صغيرة توم، وعصرة نص ليمونة، وملح، نص معلقة من الكاري، البابريكا، الفلفل الاسود، البصل البودرة، الجنزبيل والزعتر. هقلب كل التوابل دي مع بعضها. وعندي هنا نص كيلو من صدور الفراخ، يفضل طبعا لو يبقى الصدر قطعة على بعضها. لو ما عندكيش طلعيه من الفريزر مجمد وابدأي قطعيه، هيطلع معاكي قطع بالشكل ده. تمام، هحط بقى التتبيلة على الفراخ بتاعتي وهقلبها فيها كويس قوي. وطبعا تقدري تستخدميها بعد التتبيلة بساعة أو تبيتيها بليلة. أنا الصراحة بفضل لأي تتبيلة إن هي تبات في التلاجة ليلة، بيبقى طعم التتبيلة بجد خطير وبتبقى تحفة. هنا بعد ما بيت التتبيلة بتاعتي ليلة، هبدأ بقى أجيب أسياخ الشيش طاووق بتاعتي أو المتاح عندك من الأسياخ، وهحط فيها قطع الفراخ. أهم حاجة هزنقها كلها جنب بعض علشان في الآخر ساعة التسوية تطلع بالشكل كأنها جاهزة. تمام، خلاص سيخت الفراخ بتاعتي وسيخت الكمية اللي أنا محتاجاها. هبدأ بقى أحطها في الإير فراير وأحط أحضر الصوص. معلقة كبيرة من الهوت صوص، معلقة كبيرة من المايونيز، ورشة شطة. ولو عندك تشيلي فليكس هيكون طعمها خطير. تمام تمام. خلاص الفراخ بتاعتي بعد ما خلاص شبه استوت يعني في الاير فراير، هديها تقليبة أخيرة كده عشان تديني اللون المتحمر الجميل اللي هتشوفوه دلوقتي. أيوة أنا عايزة اللون والدرجة دي. خلاص هي هنا تقريبا استوت تماما. هجيبها بقى وهبدأ أدهنها كده بالصوص اللي أنا حضرته. تقدري تقدميها مع رز بسمتي أو عيش تورتيلا أو عيش صاج اللي يريحك، يعني بجد طعمها كان رهيب رهيب رهيب. جربوها بألف هنا وشفا.